اللي بيعيشوا نادي الزمالك في هذه الفتره ما عاشهاش قبل كده خالص. فترة صعبة جدا جدا جدا، والله يكون في عونهم. انت ليك يا مؤمن ان تتخيل ان مدير فني رايح يقابل النادي الاهلي في ماتش مهم جدا، شنطه بتتحضر عشان يطلع من السكن بتاعه عشان ما تدفعلوش فلوس؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود يا جماعة احنا بنهرج. انا بتكلم الكلام ده وانا عارف انا بقول ايه. احنا وصلت مدير فني، عمرها تحصل مدير فني شنطه بتتجهز، سيب المكان اللي انت عايش فيه. لا انا بتكلم على اللي بيعيشوا نادي، مش يعني مفيش داعي للكلام ده. ازاي اللي بيحصل ده كتير اللي في نادي الزمالك ده يا جماعه؟ نادي الزمالك لازم يكون هناك حل، لازم يكون هناك حل. اللي انا اقصده الموضوع خلينا كبير جدا، نتكلم بخبرات. يعني يقول لك ايه؟ طب ما المجالس اللي قبل كده ما كانش فيه كده. المجالس ما كانش فيه كده، كان فيه فلوس، كان فيه فلوس، ولما تعوز تدبر فلوس بتدبرها. طب في فلوس جات السنه دي؟ في فلوس جات السنه دي، راحت فين؟ هم ادرى.